يلا هتيجي طن 30 يوم و30 اكله بلاد الشام. النهارده انا في سوريا في الريف دمشق. تعرفت على حسين. يا اهلا وسهلا، بدي طعميك مجدره من ايدين ستة تاخذ العقل. صباح الخير. مرحبا جدو، كيفك؟ صباح الخير. بدنا نشرب متى نحن اول شيء. يلا نجيب لكم يلا بقالك كم سنه بتشرب متى يا عمو؟ عمري 203 بقعد جنب والدي الله يرحمه بشرب متي. ملحوظه صغيره، المتة هو مشروب ارجنتيني عشان بتتشرب بميه فتره، تحط عليها سكر وبتتشرب بالشفاطه دي. العدس ده مستوي صح ولا؟ استوي. امال ايه ده؟ هالبرغل. هنحط البرغل دلوقتي؟ نص كيلو برغل؟ ايه كم كيلو عدس؟ نص كيلو. حضرتك اتعلمتي تطبخي وانت عندك كام سنه؟ كان عمري 14 سنة. اروح اجيب ايه؟ لبن. ابو حسان مصلح قال لي عايز كيلو لبن. حبيبي قلبي قلت الخيار واللبن. يلا خليه يقشر الخيار. جدو قشر خيار يا جدو. تعرف انا في الطبيعي ما بحبش البرغل بس ده طعمه حلو. هلا شو؟ ابدا ما بتخانق انا وبحسن. بتحبيه؟ بحبه كثير لأن ابو اولادي وجوزي لا ان شاء الله يبعث لك وحده يا ربي. دائما بتقلي بزيت زيتون؟ ايه نحن عندنا زيتون من عندنا. انت اللي عصر الزيت؟ ايه عم اسكبه. بصل. الله. المجدره بالبرغل عليها بصل مقلي بزيت زيتون، زبادي بخيار على المجدره. حط كمان. كمان حط كمان. والله كيف طيبة. حلو قوي. تسلم ايدك. انا كنت جاي اقول لك ان الاكل حلو بقى ومش عارف ايه تجربه جديده، بس اكيد الاكل حلو لانه معمول بحب. الحاجه الاكبر من الاكل بالنسبه لي ان انا وانا صغير عمري ما كان عندي ست وجد اللي انا بروح عندهم البيت، ولا عمري حسيت الاحساس ده. دي اول مره في حياتي احس باحساس ست وجد ويلا نطبخ وروح يجيب لي الحاجات. فحسيت نفسي طفل عنده 5 سنين مبسوط في بيت العيله. فما تستناش تقييم اكل مني بقى. والله اهلا وسهلا، بيتك وبيت جدك وستك. وبالمناسبه الهدف مش بس ان انا اجرب اكلات جديده في بلاد الشام، الهدف ان انا اسافر بين كل بلد واشوف ثقافتها، اشوف ناسها الحقيقيين